الشيفورليه الدبابه، ماشي، الجي ام سي، الهامكو، الوينجل، التاتا. طيب هنسيب دلوقتي شركه الشيفورليه الدبابه، نركنها كده على جنب ونخلينا في الاربع شركات التانيين. ايه اللي مطلوب من الاربع شركات التانيين عشان يقدروا ان هم يخشوا وينافسوا وليهم حصه في السوق؟ هل انت قدمت ايه؟ هل انت قدمت الخدمه بتاعتك قدمتها ازاي؟ عرضت نفسك ازاي؟ يعني انت عرضت نفسك. ما ينفعش ان انا اعرض نفسي ببوست، ما ينفعش اعرض نفسي بصوره، لا، انا لازم اعرض نفسي بفيديو، اقول انا مين، اصور العربيه، كل الكلام ده كله. وفي حاجات كتيره جدا في حته التسويق. انا مش بتكلم في المبيعات، ازاي ان انت تنتشر ويبقى ليك اسم في السوق. صباحكم زي الفل، انا معاكم عزت المصري. في الفيديو ده انا هقول لك اللي انا شايفه من السوق من كتر تعاملاتي مع سواقين واصحاب العربيه الربع نقل. دول عندهم عايزين معامله خاصه. تيجوا نشوف الفيديو، تعالوا معانا نشوف الفيديو. انا معرفش ليه تملي الاسطى مسعد عنده طريقه غريبه جدا، ان هو لما بيجي يقفل طقم الشمبر او عمره يجيب صاحب العربيه يقعده جنب منه، تحس ان هو بيبقى قلقان. ليه بقى يا عم مسعد؟ لازم الجثه تبقى جنبي. ليه يا عم مسعد الكلام ده يا عم مسعد؟ الجثه لازم تبقى جنبي عشان ليه بقى؟ حاجته تركب قدامه. تمام، يعني عشان ما يقولكش ده ما ركبليش، ده ما ركب لي. حتى قدامك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. زي ما احنا اتكلمنا في المقدمة لما شفتوا الموضوع الخمس عربيات. طيب أنا الأربع عربيات تانيين، ويمكن ده أنا يمكن دي يعني رسالة لشركة تاتا، الشركة اللي لسه نازلة جديد. أنت هتقدمي إيه للناس؟ تقدمي لي ايه انا كراجل، انا مستخدم للعربيه الربع نقل، او للناس اللي هم عايزين يشتروا العربيه الربع نقل؟ هتقدر تقدم له ايه؟ هتقدر هل هيبقى زيك زي بقيه الفئات اللي موجوده في السوق اللي هي مش قادره تاخد حصه او مش قادره تشتغل؟ ما انا مش عارف حقيقي يعني. لان النهارده لما يبقى انا الوينجل والجي ام سي وكيلهم غبور، يعني شركة غبور حاجة الله أكبر، حاجة يعني حاجة كبيرة، وشركة من علامات وتاريخ من تاريخ الصناعة وكده، وقلعة من قلاع الصناعة في مصر. يعني في الوينجل والجي ام سي مش محطوطين بالصورة اللي هي في السوق، يعني مش منتشرين بالصورة دي. ايه السبب؟ مش عارف. يعني حتى برضو بالنسبة برضو للعربية الهامكو، يعني برضو موجوده في السوق، بس ليه مش منتشره؟ يعني ليه احنا مش حاسين بالثلاث عربيات دول؟ ليه احنا مش حاسين بالجي ام سي، مش حاسين بالوينجل، مش حاسين بالهامكو؟ ليه مش حاسين بيها؟ في مشكله في حته التسويق، في مشكله في حته الخدمات اللي العربيات دي بتقدمها. فعشان كده الشركات دي ومعاهم شركه تاتا، اتمنى ان يبقى تبتدي تعمل خدمات للعميل، لان العميل ده بيبقى محتاج، ده راجل بسيط، راجل بتاع عايز ياكل لقمة عيش. يعني لازم انت تقدم له منتج. عشان انت هتشتري العربية بتاعتي، انا عندي ميزة 1 2 3 4. انا مش هو الراجل مش هيشتري العربية ويمشي، مش هيشتري العربية وخلاص وشكرا على كده وتسيبه. لا، انت لازم تشوف ايه الناس اللي بتشتكي منه في السوق. لازم تعمل دراسة دي، لازم تنزل السوق وتشوف تحليل الناس دي، تقول ان انت بتشتكي من ايه؟ انت عايز ايه؟ طب انت مطلوب ايه من الشركه؟ انت لو انت بتشتري عربيتي، انت المفروض تبقى عايز مني ايه؟ او انا المفروض ان انا اعمل لك ايه عشان تقدر انت تشتري عربيتي وكده؟ لو انت خدت من الناس دي، الدنيا هتروح في حته تانية جدا مع اي شركه من الشركات دي كلها. مش الاعلان، مش بوست، مش اعلان ان انا اجيب ممثل واجيبه يركب العربيه ويشقلب لي من الصندوق وبتاع والكلام ده كله. لا، الكلام ده لا، الكلام ده لازم نشتغل. عايز الفيديو كده يبقى فيديو طبيعي مع حد طبيعي، حد يكون اشترى العربيه، حد تعامل معاك، يبتدي ان هو يتكلم، وخد السلبيات اللي في العربيه وابتدي حولها لايجابيات، والايجابيات حاول تجودها يبقى اكتر من كده. انا ده اللي انا بتمناه، يعني بتمناه من شركه جي ام سي، بتمناه من شركه وينجل، بتمناه من شركه هامكو، بتمناه من شركه التاتا اللي لسه نازله جديد. لازم يبقى انتوا واقفين على الارض صلبه. ازاي ان انتوا هتبقوا 4 موديلات في قلب العربيه، بصرف النظر يعني خلي والنسان برضو على جنب، 4 عربيات ومفيش ولا عربيه قادره تاخد حصه في السوق، كل عربيه مش قادره التسويق. ايه المشكله؟ هو ده اللي لازم تبحثوا عنه. يعني انا المشكله اعتقد هي ظاهره لكم، بس مفيش حد عايز يحلها، بيتكلم عليها غلط او بيتكلم ازاي، او هو ما بيديش الزبون الامان اللي هو صاحب العربيه.
يعني انا ببقى انا كقطع غيار، انا ازاي ان انا اخلي العميل يسال عليا؟ يعني انت ازاي تخلي العميل يسال على العربيه الهامكو، يسال على العربيه الوينجل، يسال على العربيه دي؟ ازاي انت بتعرض نفسك ليه ازاي؟ فلازم انا يعني انا بتكلم عن نفسي، انا لما بعرض نفسي لازم اعرض نفسي كويس، يبقى انا عندي العميل بيسال عني. انا مش ما عنديش جمهور ان هم انا واقف في شارع ولا في سوق ويلا اللي يشتري قطع غيار، لا، انا ليا زبون مخصوص، ليا زبون جاي يشتري من عندي. ما هو في غيري وغيري وغيري وغيري، ليه هو جاي يشتري من عندي؟ انا ايه اللي قدمته له وتميزت بيه خليته يصمم ان هو يجي ياخد من عندي؟ اتمنى من الشركات تشوف ال4 شركات دول، يقعد يشوف الموضوع، يشوف الدبابه دي نجحت في ايه. تمام كده؟ ده وصلت ان هي ممكن ناس ايه نسيت العيوب بسبب اللي هو بيشوفوه في العربيات التانية اللي نزلت، نسيوا عيوب يعني نسيوا اي مشاكل في الدبابه، نسيوا اي لو في عيب يقول لك لا ما مش مشكله انا اقدر احله. ليه؟ لان هم شافوا في العربيات التانية، هو شاف الويل، عشان كده لا اروح للدبابه. صباحكم زي الفل، انا كنت معاكم عزت المصري، لكم التحيه والنصر والحب كله.